كلمة شك ساعات بتدخل قلب الراجل زي إبرة ما تطلعش. شك واحد ممكن يهد بيت كامل ويضيع سنين ويكسر قلب ست ما عملت غير الخير. القصة اللي هحكيها لكم النهاردة عن راجل شك في مراته 3 سنين، اتبعها واتجسس عليها واتهمها لحد ما اكتشف السر اللي خلاه يقع على رجلها قدام أهلها كلهم. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص. أهلاً يا أحبابي، أنا نرمين عادل ومعاكم في حلقة جديدة من حكايات من البيوت. القصة دي حكاها لي راجل من محافظة الشرقية، بعت لي رسالة طويلة على الصفحة وقال لي: يا ست نرمين، احكي قصتي عشان كل راجل بيشك في مراته يقف لحظة ويسأل نفسه، هل أنا شايف الحقيقة ولا بتخيلها؟ غيرت الأسامي وهنسمي بطل قصتنا كريم ومراته ياسمين. كريم راجل في 35، مهندس مدني، اتجوز ياسمين من سنة 2019. ياسمين دكتورة أسنان، ست هادية ومتربية، أم البنتين جنى وملك. الحياة ماشية كويس، كريم بيحب مراته وياسمين بتحب جوزها، لحد ما في ليلة من ليالي شهر رمضان سنة 2022 حصل اللي قلب حياتهم. كريم صحي من النوم الساعة 12 بالليل، دور على ياسمين جنبه وما لقاهاش. نزل الصالة، الشقة فاضية، اتصل بيها، الموبايل مقفول. قعد ساعتين قلقان وخايف. الساعة 2 بالليل ياسمين دخلت البيت. كريم قام واقف وقال لها: انتي كنتي فين؟ ياسمين اتلخبطت شوية وقالت: حالة طارئة في العيادة يا كريم، مريض جاله ألم ومحدش غيري. كريم بصلها وقال لها: الساعة 2 بالليل؟ قالت له: يا كريم أنا أسفة، ما حبيتش أصحيك. كريم رجع نام، بس الشك دخل جواه. من الليلة دي كريم بدأ يلاحظ ياسمين كل أسبوع مرة أو 2 تخرج الساعة 10 وترجع الساعة 12 أو 1، وكل مرة تقول له نفس الكلام: حالة في العيادة، دكتورة صاحبتي محتاجاني، مريض ألم. كريم ما بقاش يصدق. في يوم فتح موبايلها وهي نايمة، ما لقى حاجة، الواتس فاضي والماسنجر فاضي والكاميرا صور بناته بس. كريم بدل ما يطمن اتنرفز أكتر وقال لنفسه: يبقى بتمسح كل حاجة، يبقى عندها حاجة بتخبيها. راح لصاحبه أحمد وقال له: يا أحمد أنا تعبت، ياسمين بتخرج بالليل والموبايل فاضي، أكيد في حد تاني. أحمد قال له: لا تتسرع يا كريم، ياسمين بنت ناس ومراتك من 4 سنين، لازم تعرف الحقيقة الأول. كريم قرر يتبعها. في يوم خميس ياسمين قالت لكريم: أنا هخرج شوية، صاحبتي محتاجاني. كريم هز راسه وقال لها: ماشي يا حبيبتي. ياسمين ركبت عربيتها ومشيت، وكريم ركب عربيته وتبعها من بعيد. ياسمين ما راحتش العيادة، راحت منطقة بعيدة في ضواحي المدينة، منطقة فيها مباني قديمة وشوارع ضلمة. وقفت قدام مبنى كبير ضلمة، طلعت من العربية وشالت شنطة كبيرة ودخلت المبنى. كريم قلبه وقع وقال لنفسه: مبنى مهجور، الساعة 11 بالليل، شنطة دي قبل حد. نزل من العربية وتبعها، الباب مفتوح، دخل وراها وسمع صوت أصوات أطفال. قال لنفسه: أطفال؟ مشي لحد ما وصل لقاعة كبيرة، القاعة فيها كراسي وأطفال كتير، وياسمين قاعدة على كرسي قدامها طفل صغير 6 سنين، وفي إيدها أدوات أسنان بتعالج الطفل ببلاش. جنبها راجل كبير في السن بدقن بيضة بيعاون الأطفال. كريم وقف، معرفش يتكلم. الراجل الكبير شافه وقال له: اتفضل يا ابني، دي دار أيتام، الدكتورة ياسمين بتيجي 2 مرات في الأسبوع تعالج الأطفال ببلاش من 2 سنين. كريم دموعه نزلت من غير ما يحس. ياسمين رفعت راسها وشافت كريم، وقعت أدوات الأسنان من إيدها وقالت: كريم، أنت هنا؟ كريم ما قدرش يتكلم. الراجل الكبير فهم إن في حاجة وقال: أنا الشيخ محمود صاحب الدار،
الدكتورة ياسمين ست ربنا يديم عليكم نعمتها، من 2 جات لنا وقالت عايزة أعالج الأطفال بلاش، بس ما تقولوش لحد ولا تكتبوا اسمي ولا تصوروني. ومن يومها بتيجي وبتدفع تمن الأدوية من جيبها، وبتدفع لأطفال محتاجين عمليات. ست ربنا يبارك لها. كريم بص لياسمين، ياسمين دموعها نزلت وقالت: كريم، أنا ما حبيتش أقولك عشان ما حبيتش الأمر يبقى رياء. فاكر لما خسرت الجنين الأول؟ ساعتها نذرت لربنا لو بناتنا جم بسلام أعالج أطفال الأيتام طول عمري. ربنا أكرمني بجنى وملك وأنا بوفي بنذري. كريم وقع على ركبه، الأطفال بصوا والشيخ محمود سكت. كريم مسك إيد ياسمين وقال لها: سامحيني يا ياسمين، سامحيني، أنا اتهمتك وشكيت فيكي وكنت ناوي أعمل اللي ما يرضيش ربنا، وانتي بتعالجي أيتام وبتدفعي من جيبك وأنا معرفش. ياسمين رفعته وقالت: قوم يا كريم، الناس بتشوفنا، ربنا ستر وما تتعبش نفسك. كريم رجع البيت وما نامش الليلة دي. الصبح راح بيت أهل ياسمين، دخل وأبوها قاعد وأمها وإخواتها. كريم قعد وسكت دقيقة ولف على ياسمين وقال لها: أنا قدام أهلك عايز أعتذر. أنا ظلمتك 3 سنين وكنت بشك فيكي من غير دليل. انتي أحسن ست في الدنيا وأنا ما استحقكيش. أبوها دمعت عينه وياسمين سكتت. كريم طلع جزته من جيبه، ميدالية فيها صورة بناته، وقال لها: دي علامة إن أنا هفضل أحبك طول عمري وما هرجعش أشك فيكي ولا في كلمة بتقوليها. ياسمين ابتسمت ومسحت دموعها وقالت: كفاية يا كريم، ربنا ستر وده اللي يهم. يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. ربنا ما قالش بس اجتنبوا الظن، لأ، قال كمان ولا تجسسوا. كريم عمل الاتنين، ظن وتجسس، وكان ممكن يخسر بيته ومراته وبناته بسبب وهم في دماغه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. يا رجالة، قبل ما تشكوا في مراتكم اسألوا نفسكم: هل في دليل ولا أنا بتخيل؟ الست اللي بتسهر معاكي وبتربي لك ولادك وبتقف جنبك ما تستحقش إنك تشكي فيها من غير سبب. ويا ستات، لو في حاجة في حياتكم بتخفوها عن جوازكم، حتى لو حاجة كويسة زي ياسمين، فكروا، ساعات الكتمان بيخلق شك أكبر من السر نفسه. يا أحبابي، كريم وياسمين دلوقتي عندهم 3 بنات، جنى وملك ومريم. وكريم بقى هو اللي بيوصل ياسمين لدار الأيتام كل أسبوع، وأحياناً بيقعد يلعب مع الأطفال وبيقول: الست دي اللي كنت بشك فيها هي اللي علمتني الإيمان من تاني. فكر معايا، هل شكيت في حد قبل كده وطلع غلطان؟ هل اتظلمت وتشك فيك من غير سبب؟ سيب كومنت قولي قصتك وأنا هرد على كل واحد فيكم. ولو القصة لمست قلبك اعمل لايك واشتراك في القناة وفعل الجرس، وشير الحلقة مع أي راجل أو ست بيمر بنفس التجربة، ممكن تنقذ بيت. أنا نرمين عادل ومعاكم في حكايات من البيوت. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايات من البيوت. اشتركوا الآن في قناتنا لتستمتع بأجمل القصص.